خلونا نتخيل إننا في رحلة سفاري عالمية، بس مش عشان نشوف حيوانات، لأ، المرة دي عشان نكتشف الغطاء الأخضر المذهل اللي مغلف كوكبنا. في الشرح ده هنشوف مع بعض إزاي المناخ بحرارته ومطره هو اللي بيرسم خريطة النباتات في كل حتة على الأرض. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. سؤال ممكن يبان بسيط، بس إجابته بتكشف سر كبير قوي عن الطريقة اللي كوكبنا بيشتغل بيها. يعني ليه بقعة معينة من الأرض بتتحول لأدغال كثيفة، وبقعة تانية جنبها بتفضل مساحة مفتوحة كلها حشائش؟ الإجابة ببساطة شديدة في الطقس. هم عنصرين اتنين بس، الحرارة والمطر. التوازن الدقيق أول ما بينهم هو اللي بيحدد إذا كانت الأرض هتتغطى بأشجار عملاقة ومتشابكة ولا بمساحات خضراء واسعة ومفتوحة. ورغم إن النباتات على الكوكب متنوعة بشكل لا يصدق، لكن الطبيعة ليها زي قاعدتين أساسيتين، هم دول أبطال قصتنا النهاردة. أول حاجة عندنا الغابات، ودي عبارة عن أنظمة بيئية معقدة جدا بتسيطر عليها الأشجار الكثيفة. وتاني حاجة الحشائش، مساحات واسعة ومفتوحة بتسيطر عليها الأحشاب. هم دول الشكلين اللي بيتنافسوا ويكملوا بعض عشان يغطوا كوكبنا. بس رحلة السفاري بتاعتنا دي فيها محطات استثنائية. فقبل ما ندخل قلب الغابات والسهول، خلونا ناخد ملف كده ونروح نزور الأماكن اللي القواعد دي بتتغير فيها تماماً، وهي المناطق شديدة البرودة. في أقصى شمال الكوكب في إقليم اسمه التندرا، مفيش شجر يقدر يعيش أصلاً، وبدلاً منه بنلاقي غطاء هش من الطحالب بيظهر في الصيف اللي هو قصير جداً هناك. أما باقي الجبال فدي قصة تانية خالص، كل جبل لوحده يعتبر عالم متغير من النباتات. ودي بقى هي القاعدة الذهبية في المناطق الجبلية. تخيلوا معايا إننا بنسلق جبل. تحت عند سفح الجبل ممكن نلاقي غابة، بس كل ما نطلع لفوق الشجر بيختفي وتظهر شجيرات أصغر. وفي القمة خالص ممكن منلاقيش غير حشائش قصيرة قدرت تتكيف مع البرد. يعني كل جبل هو عالم بيئي متكامل لوحده. طيب دلوقتي يلا بينا نرجع للطريق الرئيسي في رحلتنا ونبدأ جولتنا جوه قلب غابات العالم المتنوعة والمدهشة. السلايد دي بتدينا زي خريطة كده لأنواع الغابات الرئيسية في العالم. خلونا ناخد كم مثال. بصوا على الغابات الاستوائية، كثيفة ومتشابكة لدرجة إن ضوء الشمس يدوب بيعرف يوصل للأرض، ودي طبعا بيئة مثالية لأشجار زي المهوجني. على العكس تماما غابات البحر المتوسط زي اللي بنشوف فيها شجر الزيتون متكيفة مع صيف حار وجاف، وكل نوع من دول زي ما هنشوف وراه قصة مختلفة. في هنا ملاحظة لطيفة قوي. أغلب الغابات بتاخد اسمها من الإقليم المناخي بتاعها، زي ما بنقول الاستوائية أو الموسمية. بس في نوعين بالذات أساميهم مختلفة: الغابات النفضية والغابات المخروطية. تفتكروا ليه؟ السر كله في التكيف الذكي. في الشتاء القاسي الغابات دي بتواجه عدوين: البرد ووزن التلج اللي ممكن يكسر فروعها. فبتعمل ايه؟ ببساطة بتنفض كل ورقها وتتخلى عنه عشان تحمي نفسها وتكون جاهزة للربيع اللي جاي. ده أسلوب بقاء عبقري بيورينا قد ايه طبيعة عملية وذكية. بعد ما سيبنا كثافة الغابات، رحلتنا بتطلع دلوقتي للشمس والهواء في المساحات المفتوحة والواسعة للحشائش العالمية. الحشائش دي بتنقسم لنوعين كبار. أولاً السافانا بحشائشها الطويلة في المناطق الحارة، ودي اللي بتتسمى حديقة حيوان طبيعية لأنها بتدعم حياة حيوانات ضخمة زي الفيلة والزراف. أما النوع التاني فهو الستيبس بحشائشها القصيرة في المناطق المعتدلة، ودي أشبه بمراعي طبيعية مثالية لتربية المواشي. وعلى فكرة، في معلومة سريعة كده: حشائش الستيبس في أمريكا الشمالية ليها اسم شهرة خاص بيها. هناك بيسموها البراريز أو براريز، وهي جزء أساسي من تاريخ وثقافة القارة دي. رحلة السفاري بتاعتنا طبعاً مش هتكمل من غير ما نتعرف على سكان كل منطقة، لأن كل غطا نباتي بيخلق مسرح حياة لكائنات معينة تكيفت مخصوص عشان تعيش فيه. في الغابات الاستوائية المعركة كلها على ضوء الشمس. الشجر كثيف لدرجة إن الحياة نقلت من الأرض للسماء، وعشان كده الأبطال هنا هم الكائنات اللي بتقدر تتسلق وتطير، زي القرود والطيور الملونة والزواحف اللي بتتنقل بين الفروع. أما بقى في الغابات الصنوبرية الباردة، فالقاعدة الأولى للبقاء هي العزل الحراري. هنا الحيوانات محتاجة زي جاكيت طبيعي يحميها من التلج والبرد القارس، وعشان كده بنلاقي الحيوانات اللي ليها فرو كثيف وعلى رأسهم الدب القطبي. وفي بيئة التندرا المتجمدة، المكان اللي النباتات فيه نادرة وقصيرة، في بطل واحد بس هو اللي بيقدر يعيش هنا: حيوان الرنة، اللي بحوافره العريضة بيقدر يمشي على التلج ويدور على أكله القليل. هو مثال حي على الصمود في أقصى الظروف. طيب قبل ما نختم رحلتنا، في معلومة إضافية مثيرة عن واحد من الأقاليم اللي اتكلمنا عنها.
بتورينا إن الطبيعة دايما فيها جانب هادي وجانب تاني عنيف. الإقليم الصيني اللي بيشتهر بغاباته دائمة الخضرة الهادية بيشهد ظاهرة جوية عنيفة جدا، بيتعرض لعواصف مدارية مدمرة اسمها عواصف التايفون. سبحان الله، توازن غريب بين الهدوء والعنف في مكان واحد. رحلتنا بتخلص هنا، بس بتسيب ورانا سؤال كبير ومهم أوي. إحنا شفنا إزاي كل نظام بيئي متوازن بشكل دقيق مع مناخه. طيب، مع كل التغيرات المناخية اللي كوكبنا بيعيشها دلوقتي، يا ترى إيه أكتر عالم أخضر من دول معرض للخطر؟ ومين فيهم اللي ملامحه ممكن تتغير للأبد؟ سؤال محتاج مننا كلنا نفكر فيه.